يوم في حياة ساسوها، وده فلوج 3 ايام عيد الفطر المبارك. كل سنة وانتم طيبين وبخير. جمعت لكم 3 ايام العيد في فلوج واحد. نبدأ باول يوم العيد، لبسنا ونزلنا علشان نروح نصلي صلاة العيد. صراحة يا جماعة انا بحب اجواء العيد وبحب اجواء صلاة العيد، بس انا مش بحب الزحمة، ودي كانت اول مرة في حياتي اروح اصلي صلاة العيد. صراحة يعني انا اسفة، انا ندمانة مش هعملها تاني. انا بس نزلت عشان خاطر سليم علشان يحس باجواء العيد، بس انا اصلا مش بحب الزحمة. في الوقت اللي انتوا بقى كنتوا بتشوفوا فيه صور العيد انا كنت بفرش الشقه، لان انا اتزنقت زنقه وحشه قوي، ويعني فرشت الشقه بعد صلاه العيد. اول يوم ده طبعا اخدته نوم، وصحينا بقى تاني يوم كان اخوات بابا جايين عندنا، فهما ما جوش عندنا في رمضان، وهما ما كانوش حابين ياكلوا فسيخ ورنجه، فقلنا هنعمل الاكل اللي احنا كنا هنعمله لهم في رمضان. فكنا هنعمل رقاق، وهنعمل كمان بسله وفراخ. بدانا بقى نجهز الاكل. ماما بدات تعمل الرقاق وانا كنت واقفه بساعدها الصراحه. هي عملت الرقاق وانا عملت بقيه الاكل. عملت البسله جهزتها وبدات انا اشوحها. انا بحب اشوح البسله مع البصل والتوابل، بتدي طعم حلو. وبعد كده حطيت الصلصه وسبتها بقى على جنب تتسبك مع نفسها، وبدات بقى اقطع السلطه. والسلطه عجبتهم قوي، وانا ملكه السلطه يا جماعه، وكلكم قلتوا لي عايزين فيديو للسلطه، فانا ان شاء الله اعمل لكم فيديو ليها لوحدها ان شاء الله يعني. المهم جهزت السلطه وحطيتها في التلاجة، وكمان عملت لسان عصفور عشان هما بيحبوا لسان العصفور. وكانوا جم بقى وبدانا ان احنا ناكل، وسليم كان عاجبه الاكل. سليم بيحب يعني بيقعد يتنك كده ويقعد يقول لك ده حلو، ما دام سليم عجبه الاكل يبقى الاكل حلو. جينا بقى لاكتر لحظه بحبها، هي الهديه بتاعت عمو نور وعمته هدى. بجد بستناها من السنه للسنه. ربنا يخليك ليا كده يا رب يا حبيبي، وتدياني انا وعيالي ان شاء الله. بعد ما مشيوا بقى روقت الشقه ونشرت الغسيل وصبغت شعري، واللون ما عجبنيش فنمت وانا زعلانه. جينا بقى لتالت يوم. صحيت تالت يوم بقى قلت لا انا عايزه اكل فسيخ، مش قادره اعدي العيد من غير فسيخ بجد. فنزلت جبت فسيخ وحمرت بقى بطاطس. وجربوا بقى الخلطه دي، حطوا ليمون كتير قوي وزيت وشطه وشويه خل يا جماعه، او حطوا خل، بجد طعمه هيعجبكم قوي. واي حد يا جماعه مش بياكل فسيخ او رنجه ما بيفهمش حاجه، وما بيفهمش حاجه في الاكل بجد، عشان دي احلى اكله في الحياه كلها. انا ممكن اقعد اكل فسيخ وملوحه بجد طول حياتي وما زهقش منهم. نزلت بقى جبت الصبغه وقلت هظبط شعري. انا كان شعري لونه اصفر زي اللي تحت ده، فشعري بقى اللون اللي تحت الاصفر. بجد كان حلو قوي. انا جبت الصبغه بتاعت باليت، بيجي معاها الصبغه والمثبت والاكسجين، وبدات بقى احط الصبغه حطيت الاكسجين. وجربوا بقى يا جماعه التركيه دي، لو عندكم اي بلسم او حمام كريم حطوه على الصبغه اللي انتوا تعملوا بيها شعركم، هيدي طراوه حلوه قوي للشعر.